أنا قرأت في سيرة عمر رضي الله عنه أنه سمع أناس على شراب فتسلق من درج رضي الله عنه ودخل عليهم في البيت. قال رجل: يا أمير المؤمنين، تجسست علينا ودخلت بلا إذن، والله سترنا وأنت ما سترتنا. قال عمر: استغفر الله وأتوب إليه. ثم خرج وصعد ونزل. قال: فما حاكمهم استدعاهم. ذكروا وهم في خلوة، وهم في خلوة في بيت. يعني مر عمر يسمع الصياح ويسمع الرقص. تعرف السكران إذا يجيب أغاني علوم ويجيب دواهي. فأتى تسلق، لأن عمر رضي الله عنه يريد يأمن الدولة ويأمن العاصمة وما كان ينام رضي الله عنه. فلما أتى لهذا السكران واقف، باقي معها لحشة عقل شوي. قال: يا أمير المؤمنين، تسلقت علينا وتجسست علينا ولم تدخل لم تدخل الباب. فقيه ما شاء الله. ولم تجسس. وبعدين فصل عمر. نعم. أحاول فقط المثاقفة معك يا شيخ فقط، يعني ولست حتى عمر تبسم من هذا، وقد ضحك الصحابة من مثل هذا. أنا أتعجب من سير السلف في مثل هذا رضوان الله عليهم. تجد عنده ابن نعيمان كان يشرب الخمر وكان مزاحا، وأضحك الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس نحن نضحك من القصص أحيانا تغيب على بعض العلماء. الشيخ عائد، إلى متى والتوجس والحذر هو عنوان العلاقة بين المذنب والسيء؟ عفوا. هناك توجس وحذر بين العلاقة التي تربط المذنب. أرجو سامحنا لو سامحنا الإخوان، أعطنا فاصل يا أخ عبد الله، لأن الصحابة حتى ضحكوا، كيف بنا نحن ضحكوا من النعيمان. أعطنا فاصل يا أخ عبد الله.